السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل زبدة الفول السوداني اللي مجننة الناس كلها وغالية غالية جدا، مش عارفة على ايه، وحبة صغنانين كده هتلاقيها بشيء وشويات. هنعملها بمكون واحد بس ومكون طبيعي في البيت وبدون اي اضافات، وكله قدام عينيكم ان شاء الله. يعني هي وصفة اقتصادية 100% وسهلة وطبيعية وطاقة وحاجة وحيوية وكل حاجة. عايزة اقول لكم يعني ايه، بجد رهيبة. بصوا كمان، بصوا عاملة ازاي اهي. بصوا بقى وتتفرد على السندوتشات والعيش اهو. تقدري تاكليها حادقة او مسكرة اللي انت عايزاه، وعملتيها في البيت وبدون اي اضافات. كل ده بكوباية سوداني واحدة عملت لي 200 جرام كوبايه. يعني هو المج ده انا حاطه لكم النتيجه فيه، يعني هتلاقوني في الفيديو جوه حاطه السوداني فيه، ودي النتيجه بتاعته اهو. بصوا حلوه جدا وسهله الفرد طعمة السنين. جربوها وكملوا معايا الفيديو، وان شاء الله مش هتندموا. تعالوا نشوف عملناها ازاي ولا هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو حطي لايك حلو زي كده وامور علشان نتشجع كده ونتحمس للفيديو، واتحمس انزل لكم حاجات تانية، وصفات اقتصادية وسهلة عشان المدارس وعشان الشتاء. وخلي بالكم دي حلوة جدا في المدارس، تعملوها للولاد في الفطار الصبح، وحلوة في الشتاء، بتدي طاقة وحيوية وبتسخن كده الجسم وتخليكي ايه، عندك همة ونشاط. ممكن تعمليها وتاخدي منها كل يوم، تفطري منها ساندوتش او تاخدي منها وتاكلي منها كده معلقة كده على الصبح، تبقي ايه عامله، تديكي شويه باور كده لبقيه اليوم وللمدارس. واحنا عارفين المدارس على الابواب، وربنا يعين يا رب كل واحد على حاله. تعالوا يلا نشوف هنعمل الوصفه ازاي. اول حاجه معانا طاسه على النار، هنحط فيها كوبايه سوداني متقشر، ويفضل يكون متحمص. طبعا السوداني ده كان عندي بقشر وقعدت اقشر فيه على قد ما اقدر علشان اطلع يعني اطلعه بالشكل ده، وهو لازم يكون متحمص. انا بقى هعمل ايه هنا؟ التركه دي مهمه جدا، وهي دي اللي هتنجح معايا زبدة الفول السوداني. انا هقلبها ان انا هطلع ايه الرطوبة اللي في جوه السوداني، وادفيه مجرد تدفية بس، يعني ان هو المسه كده تحسوا ان هو ايه، خلاص قادرة استحمله يعني، او قادرة امسكه، مش عايزاه يسود جامد او ايه يتحرق. يعني انا عايزاه مجرد يا دوب ايه تسخين كده، تحميص، ياخد لون ذهبي تمام، علشان اقدر اعمل بيه الزبدة. لان التركية دي هتفرق معايا، وركزوا بس في كل كلمة انا بقولها. انا هقعد اقلب فيه لحد ما ايه ما يتحمر، واوريكم ايه النتيجة النهائية شكله عامل ازاي، وهنعمل ايه بعد كده. طبعا الكمية تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها، بس لو عايزة تجربي مثلا في نص كوباية او كوباية سوداني عادي براحتك. فانا عملت في كوباية معاكم عشان اوريكم، وهو بمكون واحد وبخطوة واحدة، هو السوداني بس هنطلع احلى زبدة فول سوداني. بس تلتزموا بالخطوات اللي انا بقول لكم عليها علشان تطلع معاكم كويس. هخلص بقى تحميره ولا تحميصه وارجع لكم ايه واوريكم ايه النتيجة النهائية، عملنا ايه، واوريكم شكله عامل ازاي بعد ايه التسخين والتحميص. وده شكل السوداني اهو بعد ما ايه يا دوب خد لون ذهبي كده، وزي ما قلت لكم مش عايزاه يتحرق، واللي الواحده اللي تتحرق شيلوها. وخلي بالكم لو اتحرق هيمرر معاكم، فاحنا عايزينه مجرد ايه تحميص. ده هو اصلا بدأ يتحرق اهو عشان ايه لسه شغال عليه بس. هاخده بقى وايه ونحطه في كبه، في محضره طعام، في فود بروسيسور، في المطحنه. في ناس عم بتعملها في الخلاط، بس على حسب الخلاط بتاعك لو جامد. فانا هحطه بقى في الهاند بلندر عندي، في الكبه بتاعه الهاند بلندر، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا حطيته كده في الكبه بتاعتي، ولازم يكون سخن وانا بحطه. بصوا انا مش ضايفه اي حاجه، يعني شايفه هنا حتى البخار بتاعه في الكبه اهو، وانا مش ضايفه اي حاجه. هعمله سوداني بس زي ما قلت لكم، هي بمكون واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضرب بقى. بصوا هنبدا على السرعه البطيئه الاول بالراحه، وبعد كده هنسرع، ولازم نريح الخلاط او الكبه او اللي انت بتعملي بيه او المطحنه بالراحه، واحده واحده.
هو في الاول هيعمل لك سوداني مجروش، بعد كده هيبقى عامل زي الدقيق، بعد كده هتلاقيه بيعجن كده في بعضه وبينزل الزيت بتاعه، وده سخونيته هو اللي هيساعد معانا ان هو ينطحن ويعمل معانا بسهوله كده. انا مش عايزه افصل الفيديو معاكم علشان مش تقولوا حطيت حاجه ولا سويت حاجه، انا هعمله كله قدامكم، بس هحاول بقى بسرعه وابطل كلام علشان الكلام ما يروحش في الفيديو. معلش هي هتاخد وقت منكم جامد بس علشان تدينا نتيجه صحيه وتدينا زبده فول سوداني صحيه. ممكن تضيفي معلقه زبده لو حابه عشان تديكي لمعان كده، او معلقه زيت زيتون، او معلقه زيت اللي هو زيت ذره، زيت صحي يعني. وفي ناس تضيف رشه ملح، انا بحبها بقى ايه فيها سنه ملح كده، وفي ناس ممكن تضيف معلقه عسل نحل مع رشه الملح مع الزيت عادي. فدي اختيارات يعني ايه ليكي، انما هي هتنطحن ان شاء الله من غير اي مواد دهنيه. هنحاول بقى نخلص تاني. بصوا عايزه اوريكم من جوه هنا هي بقت عامله زي الرمل، ومن تحت من هنا بصوا مسكت شويه في بعض، ده ايه ان هي بدات تتماسك معانا. هكمل بقى طحن ان شاء الله وايه عشان تدينا النتيجه المظبوطه. بصوا بقى زي ما قلت لكم، شايفين بدات ايه تتماسك من جوه شويه اهو، لان اصلا السوداني بيبقى جواه زيت، فاحنا هنعملها زي ما قلت لكم صحيه اهي. بصوا بدات تنزل الزيوت بتاعتها. اللي خايفه على الكبه بتاعتها ممكن تضيف معلقه زيت وخلاص، لان زي ما قلت لكم هتاخد وقت، يعني ممكن مثلا ربع ساعه ضرب ولا تلت ساعه على حسب قوه الحاجه اللي انت شغاله بيها. بس يا ماما، بس يا حبيبتي، بس بقى انا همسح لكم الحرف بتاعها. ماشي ماما، مسحته بالسباتيولا عشان ايه اوريكم بقى ايه ان تقريبا دي اخر مرحله، بس زي ما قلت لكم لازم يبقى سخن عشان السخونيه بتاعته هي اللي هتسهل معاكي ايه الطحن. كل ما طحنا اكتر كل ما ادتنا قوام ناعم. بصوا اهي، وخلي بالكم اهم حاجه التقليب. طبعا انا ضحك عليا في الاسباتيولا بس خدت السليمه وادتني المكسور. لو انتوا شايفين كل شويه تيجي تهز الكاميرا والستاند. بصوا عامله ازاي، شايفين شايفين في بصيص زيت اهو، ده زيت السوداني. انا عايزه اقول لكم ان كان في زمان بنروح نجيب طحينه بالسوداني، كنت بحب اكلها هي عن طحينه السمسم، عشان كده بعمل دي. الزبده دي تحسوها طعمها اقرب لطعم الطحينه، او طعم الطحينه اقرب ليها. بس خلي بالكم السوداني مش مملح، السوداني عادي زي ما قلت، وانت بتحطي بقى اللي انت عايزاه، ملح سكر عسل. بصوا ما شاء الله اهي، بنضربها ضربا مبرحا، انا مش هسيبها ولا هعتقها لما تقول حقي بقى. بس كل مدى مقاومها بينعم اكتر. انا بس بقلب عشان ايه اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق كده، لان هي بصوا عشان هي حبه صغيرين دخلت تحت السلاح. انا قلبتها عشان السباتيولا مش كانت جايه فعملتها بمعلقه ناشفه. هقلب تاني برضه لحد ما تدوب كده بسرعه 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 زي السكينه في الحلاوه كده وتلحق برقبتي. هكمل بقى انا زي ما وريتكم اهو، هكمل لحد ما تنعم بقى، عشان ايه التصوير الموبايل سخن وانا سخنت والكبه سخنت وكل حاجه سخنت يعني. كمل وارجع لكم لو في اي خطوه عايزه اوريها لكم هوريها لكم. بصوا يا بنات، انا اصلا ريحت اللي بتاع نص ساعه صراحه، يعني اللي خايفه على كبتها تعملها على يومين، لان السوداني ده مش كان صابح، وكل ما كان السوداني صابح خلينا متفقين ان كل ما كان السوداني صابح دي تريكات معانا لازم نخلي بالنا منها. كل ما كان السوداني صابح كل ما ادتنا نتيجه افضل واسرع، ممكن تعمليها على يومين زي ما قلت لكم.
وبرده عمرها ما هتنعم النعومه اللي هي لما يكون معاها زيت او زبده او الحاجات دي. احنا دلوقتي بنعملها بالسوداني بس، حاجه تكون صحيه وطبيعيه. اللي عايز طبعا يزود زبده، الزبده برده صحيه بتديها قوام ناعم او تسهل معاك الضرب عادي براحتك. عسل نحل براحتك. احنا بنعملها يعني ممكن الناس ما يكونش عندها الزبده او العسل، مش عايزين فاهمين يعني نتقل الحاجه على الناس. فانا زي هنا معتمده في القناه ان الوصفات كلها تكون اقتصاديه. المهم هنكمل ضرب. سبتها تريح شويه الهاند بلندر لحد ما بردت، وايه وهكمل ضرب ونشوف النتيجه هتوصل معانا لايه. بصوا بدات ايه تدينا لمعه اهي. اهم حاجه برضو التقليب ماشي بيسهل معانا، لان بصوا لسه مخرزه برضو، خلي بالكم ولا عمرها هتنعم النعومه اللي هي يعني فاهمين. بس نص العمى ولا العمى كله، المهم ان احنا بنعمل حاجه صحيه في البيت بمكونات مضمونه ونضيفه. انا بقول كفايه كده حفظا لإراقة ماء الوجه، وعلشان الحاج رب البيت. دي تاني هاند بلندر بتاعت الجواز ضربت وفرقعت، ودي تاني واحده وما اعتقدش ان انا هينفع اجيب تاني ولا اقول له هات تاني. بصوا القوام عامل ازاي. انا راضيه عن النتيجه، اللي عايز انعم من كده هو حر. بس بصوا عامله ازاي تحفه. الطعم بقى زي ما قلت لك، تقدري تحطي عسل، تحطي ملح. انا حطيت رشه ملح بس. عايزه تحطي معلقه زيت زيتون حطي، معلقه زبده او حته زبده حطي اللي انت عايزاه. يعني الحاجات دي بتعزز طعمها وفاهمين وبتديها طعم زياده بس. لكن دي حلوه بقى اللي بتوع الجيم والحاجات دي اللي هي خاليه من اي بقى مواد سكريه او مواد دهنيه او كده. فاهمين ازاي. وطبعا لو كانت صابحه كانت هتعمل معايا اسرع، لو كان السوداني صابح وكانت ادتني نتيجه اسرع. هنفضيها بقى في برطمان ونرجع لكم تاني. ادي شكلها بعد ما اتصبت. بيني وبينكم انا بقى ما رضيتش احطها في برطمان، قلت مش مستاهله وهتطلع على حويس. رحت حطها في مج واسع بحيث ان انا اعرف ايه الم الباقي وكده. دي بقى حلوه في السندوتشات، اي نوع، اي عيش، عيش فينو، عيش توست، اي حاجه تتاكل حادقه تتاكل مسكره. بس بيني وبينكم انا بحبها حادقه. حلوه جدا بقى للولاد الصبح، لو تديها لهم على الفطار وهم رايحين تديهم طاقه وحاجه طبيعيه وما فيهاش اي مواد دهنيه. بصوا حتى بتلمع لمعتها منها فيها، وزي ما قلت لكم هي بمكون واحد. والله ضربناها اهي. بصوا شكلها تتفرد اهي. بصوا عامله ازاي. تحطي ملح. بصوا برضو مخرزه بس تخريزه بسيطه، يعني في ناس بتحب طعم السوداني في الاكل وكده. بصوا عامله ازاي اهي جميله. تقدر تاكليها بقى مسكره حادقه اي حاجه. انا عن نفسي هعمل لي ساندوتش منها. ده العيش المتوفر عندي، لان احنا طبعا مش عندي، مش في موسم المدارس، فالفينو مش موجود يعني مش في اي عيش غير هو ده. احنا الفينو بنعمله مثلا في البيت لو حابين نعمل، فللاسف خلصان ومش فيه. يعني صعب ان احنا نلاقيه، وخصوصا ان انا عايشه في الارياف وكده، فصعب ان انا الاقيه بسهوله. بس هدهن بقى الرغيف كله واكل واعيش بقى وايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبك الفيديو بقى مش تنسوا تحطي لي لايك، تشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني في وصفه جديده في وصفاتنا الاقتصاديه كلها على القناه. ورشحوا القناه والفيديو لاصحابكم عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.